بسم الله الرحمن الرحيم. فواحد النهار كمعادتي كنت غادي مع اليامه بيا في الزرقاء، وكنت هاز معايا واحد 40 درهم كنت باغي نشري بها شي كتاب. انا بصراحه عزيزين عليا الكتب اللي كيكونوا بحال روايات ولا نتوما عارفين، كنبقى نقراهم حتى الكتب حتى كنكملهم. عندي واحد الهوايه فاش كيكون عندي وقت الفراغ كنبدا نقرا في الروايات والكتب حتى لنصاصات الليل. واحد النهار بقيت مع واحد الكتاب حتى ل6 الصباح. المهم كملت داك الكتاب كله حيت ما كانوش فيه بزاف ديال الصفاحي، وكنت ديك 40 درهم صافي طلعت ليا في الراس ديالو، وقررت بانني غادي نشري شي حاجه، شي كتاب، شي حاجه مهم، شي حاجه نقراها. مشيت وسولت على واحد الكتاب اللي كنت كنقلب عليه، تلاقيت واحد داك الكتاب غالي، وكانوا كاع الكتب اللي كنتلاقاهم نقصدوا الروايات غاليين دايرين ب 60 درهم. اما فاش مشيت عند واحد الراجل كبير في السن، عنده واحد اللحيه بيضاء وكبيره، وكيبان راجل كبير في السن بزاف وبزاف. ما دخلت عنده، قال لي كي دايره ولدي بخير؟ قلت له وهذاك عمي عندك شي كتب رخاص؟ قال لي اش بان لك ولدي كاع الكتب هنايا رخاص، حلي النظر ديالك وشوف اللي عجبك وخذو. قلت له عمي وشحال الثمن؟ قال لي يا ولدي الثمن هنا ما كيفوت حتى 10 دراهم. كتبصون ديال بصح 10 دراهم؟ كيفاش 10 دراهم؟ الكشوبه ما انا كنسول في المكتبات الكشوبه كيدير 40 درهم 60 درهم، وهذا جاي عندك يقول لي كتوبه ب 10 دراهم؟ باش هاد الحماق راه عارفك كتقول هادشي في بالك، حيت اي واحد كيدخل نفس الهضره كتعاود. ولكن اودي الا ما كانش عاجبك هادشي انا اللي داير صافي خلي الزمار وصافي خرج. صراحه بانت لي بحال شي همزه وما بغيتش نضيعها. زيت واحد الكتاب كان غليظ والجلد ديالو ما كان مكتوب عليه والو، ماشي بحال باقي الكتوبه كتكون العنوان هنا والتصويره. كان كتاب دو جلد بيض وبحال اللي تقولوا جلد قديم بزاف وبزاف. ما فتحت اول صفحه تلاقيت مكتوبه فيه كتاب العزيف ديالها، ولكن على ما كيبان كتاب وغادي نقراه، ما بانه كيبان قديم بزاف وبزاف وغادي يكون كتاب ديال التاريخ ولا شي حاجه. هزيتو قلت لي عمي بشحال داير هذا؟ قال لي يا ولدي ما تخافش كلشي داير ب 10 دراهم. قلت له شنو عمي كلشي ب 10 دراهم؟ شرات من رخيصه بزاف وبزاف. قال لي يا ولدي قلتها لك، قلت لك باغا غادي يعجبك الحال، ما عجبكش الحال خرج، انا كنبيع هنا كتوبه قدام بزاف وبزاف، شنو بغيتيني ندير لهم؟ نبيعهم لك ب 60 درهم؟ ولا ما كانش عجبك الحال ما تشريهم باش حطهم. هزيت الكتاب وحطيته على صدري وقلت لي لا عمي. ماما قال لي شكرا يا ولدي صافي الكتاب ولا ديالك دابا. زيد الكتاب وخرج قبل ما يبدا الرأي ديالو ويصدق حاسبوا لي بشي ثمن كبير. خرجت ومشيت حطيت الكتاب على جنب ومشيت دخلت باش نرتاح شويه، حيت بصح ولا فريمون راه عيد ديال بصح. الصباح وانا كندور وكنقلب على شي كتاب نجد به الليل، ولكن جاب لينا الله هذا الكتاب نجدو به السون هاد المره، ولكن ما عمرها غتعاود بحال هكا. هذا ستون وخاصني هاد الهميزه نبقى نستغلها كل مره، خاصني بعدا ندبر على الفلوس باش نبقى نمشي عند داك الراجل باش نستغلو. كلكم غتقولوا لي هذا سميتو الاستغلال، هذا ما سميتوش الاستغلال، ما انا اللي قلت لي درت ثمن 10 دراهم. فاش فقت مع الصباح ما كان ميدع، العائله كلهم ناعسين وانا كنفيق بكري، ماشي بحال العائله ديالي اللي ديما نعاسه وكيبقاو ينعسوا بالليل. ولكن صافي ثاني جاتني من الجنه والناس، هاني جبت شي كتاب ونبدا نقرا فيه، مع دورت راسي تلاقيت داك الكتاب هزيتو وقلت لي هاجي لقيتو الصدر ديالي وقلت لك انت هو اللي غيكون المفتاح ديال الطلمان على الزنقه. صفح الكتاب وكان الخط ديالو كيبان قديم وبزاف قديم، وكتعرفوا دوك الكتب القدام التاريخيين دير بحال هكا الكتاب. بديت كنقرا الصراحه راه ما فهمت والو، صافي هذا الكتاب هذا ما فيه والو، تاريخي قديم نحسو على الارض. بعد من الناس سمعت واحد الصوت كان ديال بصح مرعب، الكتاب ضخم وغليظ. تخلعت في السماعه رجعت للنور وبديت كنشوف في الكتاب وانا منصدم، مع راسي واش هذا هو اللي طلع داك الصوت؟ خرج مره اخرى واحد الصوت بديك النبره الغليظه، لا ماشي هذا حمار باينه قريت شي حاجه في الكتاب هي اللي استحضرت لي شي كائن من العالم الاخر. شديت راسي وبديت مخلوع ومشيت خرجت كنجري من البيت. فين مشيت بديت كنغوت، فاق با وقال لي مالك ولدي مالك خايب مخلوع وبيت خلعنا معاك؟ قلت لي لا والو با شنو كاين في البيت ديالي؟ قال لي يا ولدي واش تسطيتي؟ زيد ولدي شوفوا هاد الجنون اللي كدوي عليهم انت. طلعت وقلت لي وشيرت لي على الكتاب، مشى باوز داك الكتاب قال لي كتاب عادي هذا بحال الروايات ديالك. قلت له لا ماشي هذا، فين هو الكتاب؟ غبر ما عرفتش فين هو ولا ما عرفتش فين كان. مشيت قلت لي با ما عرفت والله ما نزيد لكم ساعه في هذا البيت هذا، لا بدلوا لي البيت ديالي. قال لي يا ولدي يهديك الله انا دابا دخلت معاك راه ما كاين والو، بدا كيدور بالوجه ديالو ما تلاقى والو. قال لي انا ولدي دابا واش كتحماق عليا؟ قلت له وانا واخد لي الروايه من يدي ولا لا با والله ما كنحماق عليه، كاين في هذا البيت بصح والله ما زيد ساعه با الا كنتي قادر نعس في هذا البيت. يا با صافي حنا نديروا لك الخاطر ديالك، وكيبانوا في الملامح ديالو بانها تعصب ديال بصح. قلت له صافي با اتفقنا، سلمت ليه على يدي وتا با سلم لي على يدي. قال لي صافي ولدي اتفقنا.
بالليل صافي انا نعست عادي. انا كان قلت لكم بان عطاني البيت ديالو ومشى نعس هو الوالده ديالي في البيت ديالي. فاش كنت ناعس في 7 نومه ولا نقولوا 7 حلمه كما كيقولوا، وجا با بدا كيفيق فيا. ولدي منصف فيق درت وانايا باقي فيا الملامح ديال الناس. مالك با مالك؟ قال لي الجنون كاينين بصح في داك البيت. قلت له شنو؟ يلا دابا عاد تقبلت يا با بانهم. قال لي زيد خرجونا الدار. قلت له صافي با. مشيت ركبت شو ديمارات طوموبيل ومشيت لاقرب شقه كاينه تماك، ولا نقولوا فندق ولا مهم عوضي ما عقلتش على هذيك شنو هي ولا مهمه. قطعت الخلع اللي كنت شدانا حنا كاملين مشينا خوينا الدار. مشينا صنايعنا على ديك الكراعي، جاوبنا الكراعي وعاودنا ليه شنو طرا. قال لنا انا ما عندي ما ندير لكم، شريتو هذيك ولا كريتوها انا ما سوقيش، المهم خاصكم تخلصوني من شهري. با مال انا شاريها من عندك انا ما مخلص والو. قال لي ندفعك داك القضيه اللي سيديتي عليها. قلت له بقى تبعتني شهر وتبقى تدفع ليا، ولا ما مشيش راه ندفع وغتولي تدفع بزاف بدك. ولدي ما عندنا ما نديرو، زيد نمشيو عند شي راقي. مشينا عند واحد الشيخ ولكن ما كانش كيبان عليه راقي، كانوا كيبانوا فيه ملامح كيفاش نقول لكم، ملامح دايرين بحال السحره والدجالين. دخلنا عنده قال لي مالك ولدي مالك شنو اللي جايبك عندي؟ يلا بغيت ندوز. قال لي قريتي كتاب وهو اللي خرج عليك. شاف فيا با وقال لي على اين كتاب؟ راجل داك الكتاب اللي قال لك ولدك بانه كان هو اللي كان في البيت ديالو وتلاقيتي بلاصتو هاد الروايه. قال لي ولدي درتي واحد الحاجه غندم عليها حياتك كلها، استحضرتي شيطانه عاشقه وما غتخليكش ديما نحي، ما راه غتخليك على راحتك ولا غتخليك مرتاح. ولدي نصحك سير خوض دوك الدار. شوفي قلت له نخوض الدار ولا كان متاح لينا نخوض دوك الدار لا خويناها من زمان. واش كضحك عليا يا عمي؟ كضحك عليا يا ولدي؟ انا قلت لك اللي عندي، خوض دوك الدار في اقرب واحد، حيت ديك الدار لا سكان قوى مني بزاف ولكن ندير اللي عليا، غنخدم الخدام ديالي باش يمشيو يقلبوا ديك الدار وغندير اللي في استطاعتي. قلت لي صافي عمي دير اللي في الاستطاعه ديالك وانا غنحاول نتسلط من ديك الدار. قال لي يلا ولدي. مشيت مع واحد الكميه ديال البخور وقال لي ياك هذه بخر بها الدار. مشيت شديتها وكندير بحال شي فيتر وسطها. قال لي غتشعلها بالبريكه يوميا وغتبقى تدور بها حتى يتسالي ديك الشمعه ولا ديك الشعله اللي كنت فيها ديال العافيه، وديك الساعه طفيها وتا الغد الاخر وعاود شعلها. قلت له نعاود شعلها؟ والله ما فهمت من كلامك شي حاجه. قال لي هذا سميتو التبخور المناني. قال لي ما ديرش في راسك وليدي، المهم دير هادشي اللي قلت لك وان شاء الله يكون خير، بعدا غيبعدكم ما خليش دوك الكائنات يظهروا ليك. صافي ولدي طبق هادشي اللي قلت لك بالحرف، وصلوا لوالديك بالحرف. فكر نصحك لو كتبتي العقاب ما لا يكون عليا لا انا لا على عائلتك، غيكون عليك انت اللي جاتك الفرصه باش تسلط عليهم، ولكن انت اللي ما بغيتيش. راهم دابا الا ما تسلطيش ولا ما غادرتيهمش من ديك الدار راه يقدروا كيقولوا هما في بالهم بانك كتبغيهم ويتسلطوا عليك انت. مع عائلتك ما يتقربش لهم حيت انت اللي مشيتي وتبعتي الكلام ديالي. قلت لي صافي عمي انا ندير هادشي اللي قلتي لي ونتبعوك ونشوفوك فين تخرجنا. صافي ولدي يلا سير نفذ داكشي اللي قلت لك بالحرف. قلت لي صافي عمي غنفذ هادشي اللي قلتي لي بالحرف وبالضبط. مشيت هزيت منه ديك اللعيبه وقلت ليه كاينه شي بريكه، ما قلتلكش ولدي شعلها دابا، سرت لداركم وشعلها. قلت لي صافي العموم. مشيت خرجت من عنده وانا شبه فرحان، ولكن امتى غتكمل الفرحه ديالي؟ فاش نحيدو ليا فاش كنت بالليل نسيت نشعل ديك الشمعه، ظهرت ليا واحد الشيطانه، ماشي شيطانه ولكن كانت انسيه بصفات من الجمال. ما نكذبش عليكم ما قدرتش نتحمل راسي، ولكن حاولت نعقد راسي ونحبس لحد الجهد. قدرت بزاف وبالدراع نحبس الجسد ديالي، وانتم عارفين علاش قدرت نحبسو بزاف. كانت كل مره وفي كل يوم كتجيني بصفه، وحتى انا نسيت ما ندير هذا البخور هذا اللي كندير بحال الفيتر. كنت كنسى يوميا حتى جا دق عليا داك الشيخ قال لي كدير ولدي داكشي اللي قلت لك. الظلم وحاط يدي على راسي ناري يا عمي نسيت. كان الشيخ معصب عليا وكيغوط بحال رجلو كيسب لي بتحقدهم عليا باش خلي الجن ديال المنطقه ديالي كلهم يحقدوه والشمرات في الراس ديالك والملامح ديال السخط ديالو كيبانوا. قلت لي صافي العموم غنطبق داكشي اللي قلتي لي بالحرف. مشيت شعلت ديك الشمعه وبقيت مطبق يوميا كندير داكشي اللي كيقول لي، والحمد لله بعد اعوام دابا انا كنعاود لكم القصه ما طرا ليا والو، الحمد لله انا مشافي دابا.